السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد على قناتكم قناة الخبر مع المذيع. معكم أخوكم أحمد. بتمنى إن شاء الله إن الفيديو بتاع النهاردة يعجب حضراتكم، فيا ريت تتابعونا للنهاية لأن الأخبار اللي معانا النهاردة أخبار مهمة جدا جدا، ومستني طبعا أشوف رأي حضراتكم في التعليقات. 3 مواضيع في غاية الأهمية هنتكلم عنهم إن شاء الله بالتفصيل في الفيديو، وهنحاول ان احنا نوضح الصورة على قد ما نقدر، وشاركونا طبعا برأيكم في التعليقات. بس خلونا الاول نبدأ كده بالعناوين عشان ما نطولش على حضراتكم في الفيديو. الاتحاد الافريقي لكرة القدم يحرم الجزائر من تنظيم بطولة افريقية. اما الخبر الثاني اللي معانا بعنوان بسبب الاحتلال الاسرائيلي المنتخب الجزائري لن يواجه منتخب زامبيا. الخبر الثالث اللي معانا صدق الجزائريون حينما قالوا على رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أنه فاسد، والآن الاتحاد الأفريقي يحول صامويل إيتو للتحقيق في قضايا مهمة. وزي ما حضراتكم سمعتم كده عناوين الأخبار أخبار مهمة جدا جدا، أخبار حساسة، فيا ريت تتابعونا للنهاية لأن النهارده برضك هنوجه رسالة لبعض الصحفيين الجزائريين اللي معرفش هم بقى قاصدين ولا مش قاصدين. للأسف الشديد في بعض الصحفيين الجزائريين جايبين صور من الملاعب الجزائرية وبيقولوا ان ده حال ملاعب كرة القدم في الجزائر. معرفش بقى هم عايزين يشوهوا صورة الجزائر امام الاتحاد الافريقي ولا ايه بالظبط، ولكن احنا هنجرى الخبر وهنعقب عليه وهنرد عليهم ايضا في الفيديو، فتابعونا للنهاية وان شاء الله الفيديو يعجب حضراتكم. وكالعادة يا ريت ما ننساش ان احنا نذكر الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. واللي مش مشترك معانا في القناه شرف كبير ان هو يكون متواجد معانا، ويا ريت تدعموا الفيديو ده بلايك، انشروه على كل الصفحات عشان يوصل لكل الناس، وشاركونا طبعا برايكم في التعليقات. وتعالوا كده مع بعض نشوف الفيديو بتاعنا فيه ايه. هنبدا بالخبر الاول واللي هو خاص بصامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكره القدم اللي متهم في قضايا فساد عديده جدا جدا، والملف اتحول للاتحاد الافريقي لكره القدم. فاكرين يا جماعه مباراه الجزائر والكاميرون المباراه فاصله؟ فاكرين الجمهور الجزائري وبعض الصحفيين الجزائريين الشرفاء اللي دافعوا عن القضية، والحمد لله كانت قناتكم قناة الخبر مع المذيع وانا واحد منكم دافعنا عن القضية ديت بكل ما اوتي من قوة، وحاولنا ان احنا نوضح الصورة على قد ما نقدر، ووضحنا امور عديدة. ولكن الاتحاد الافريقي لا حياة لمن تنادي، والاتحاد الدولي لا حياة لمن تنادي. ولكن الحمد لله النهاردة الصورة بتظهر للعالم كله، والكلام اللي قالوه الجزائريين عن صامويل إيتو بالفعل النهارده الاتحاد الافريقي بدأ يحقق في الموضوع. الكاميروني صامويل إيتو متهم في عدة قضايا خاصة بالفساد، والنهارده الاتحاد الافريقي بيحقق معاه بسبب القضايا ديت. وقضايا الفساد ديت عديده، زي التدخل في تصعيد فرق من الدرجه الثانيه في الدوري الكاميروني للدرجه الاولى، وده طبعا شيء ممنوع تماما. والنهارده الاتحاد الافريقي بيحقق مع الكاميروني صامويل إيتو. قلناها مرارا وتكرارا ان مباراه الجزائر والكاميرون المباراه الفاصله عليها علامات استفهام كتيره جدا جدا، وللاسف الشديد في بعض الناس طلعت وقالت ان انتوا بتبيعوا الوهم للناس. والنهارده الحمد لله الحقيقه بتنكشف، والاتحاد الافريقي بيحقق مع الكاميروني صامويل إيتو. انا بس قلت اقول لحضراتكم الخبر ده عشان الناس تفتكر ان فعلا في فساد داخل الاتحاد الكاميروني لكره القدم، وان فعلا كان في فساد في المباراه الفاصله اللي جمعت بين منتخب الجزائر ومنتخب الكاميرون. واللي مشاركني في الرأي يا ريت يكتب لنا في التعليقات. الخبر الثاني بقى الكاف يحرم الجزائر من تنظيم بطولة افريقية. هنقرا مع بعض الخبر وهنعقب عليه. اتخذ الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف قرار غير صار تماما لكرة القدم الجزائرية حسبما كشف الناقد الرياضي حسين جنات صبيحة اليوم الخميس على صفحته الشخصية بمنصة فيسبوك. وكشف الإعلامي الجزائري في تدوينته أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف قرر سحب شرف تنظيم الدورة الثالثة للبلدان شمال إفريقيا للأندية البطلة سيدات من الجزائر. وأضاف نفس الصحفي أن الهيئة القارية اتخذت هذا القرار بسبب تلف العشب الطبيعي الخاص بملعب مليود هدافي بوهران، وعدم إيجاد بديل للملعب يحتضن المنافسة. كما قرر الاتحاد الأفريقي إسناد شرف تنظيم هذه البطولة لدولة كوت ديفوار، وديت هتكون طبعا بروفة لتنظيم بطولة أفريقيا القادم. هرد طبعا على الصحفي الجزائري، وأيضا هرد على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في عجالة سريعة بخصوص الخبر ده. أولا البطولة ديت ما هيش مهمة، سحبوها من الجزائر مفيش أي مشكلة، عطوها للجزائر برضو مفيش أي مشكلة، لأن هي بطولة للنسوة ومحدش هيبص عليها أصلا. ولكن لومي في الموضوع ده على الصحفي الجزائري اللي طلع ونشر خبر زي ده، لأن في ناس تانية بتستغل الأخبار اللي
من النوعيه ديت يا جماعه عشان تبدا تتكلم عنها وتقول اهو الاتحاد الافريقي رفض تنظيم بطوله في الجزائر، وبالتالي ملاعب الجزائر لا تصلح لاحتضان مباريات كره القدم، ويتكلموا بقى زي ما هم عايزين. ولو نيجي نتكلم عن الموضوع من اساسه يا جماعه، النهارده درجه الحراره على مستوى العالم مرتفعه وبشكل كبير جدا جدا، وجميع الملاعب في العالم اتاثرت بدرجات الحراره. ما بالك بقى ان في ملاعب في الجزائر درجه الحراره بتاعتها مرتفعه وبشكل كبير جدا جدا، فلازم تتاثر بالموضوع ده. وانا هنا مش طالع اقول مبررات ولا حاجه، ولكن انا بلوم بس على الصحفي انه ما كانش المفروض ان هو يتكلم في الموضوع ده، لان في ناس قاعده للسقطه واللقطه بتحاول بكل الطرق ان هي تمسك اي حاجه والسلام عشان تتكلم فيها. انا بس يعني طالع وبقول ان كان لازم الاتحاد الافريقي ياخد البطوله ديت او هياخدها ويسندها لكوت ديفوار، عشان هتكون ظروفها لدوله كوت ديفوار، بما ان هم طبعا هينظموا بطوله افريقيا القادمه، فلازم يعملوا بروفه زي كده. دوله قطر لما كانت داخله على تنظيم بطوله كاس العالم خدت بطوله كاس العرب وعملت فيها بروفه قويه جدا جدا، وبالتالي نجحت في تنظيم بطوله كاس العالم. النهارده الاتحاد الافريقي هيعمل نفس الموضوع، ولكن هيعمل بطوله مصغره في دوله كوت ديفوار عشان يشوف الدوله قادره ان هي تنظم البطوله الكبيره، طبعا بطوله افريقيا، ولا ايه اللي هيحصل بالظبط. فالموضوع هيكون بروفه لا اكتر ولا اقل. فلومي بس على الصحفي انه ما يطلعش وشهر بملاعب الجزائر بالشكل ده، لان انا متاكد ان الملاعب بخير وان شاء الله القادم يكون افضل. نروح بقى على الخبر الاخير اللي معانا، واللي كان بعنوان بسبب الاحتلال الاسرائيلي المنتخب الجزائري لن يواجه منتخب زامبيا. كان من المقرر في التوقف الدولي القادم ان المنتخب الجزائري الشقيق هيواجه منتخب زامبيا في مباراه وديه. مباراه كانت هتكون قويه جدا جدا نظرا لان منتخب زامبيا من المنتخبات القويه في افريقيا، والتجربه ديت بصراحه كانت هتفيد المنتخب الجزائري وبشكل كبير جدا جدا. ولكن بنفاجئ كلنا بصدمه حصلت في منتخب زامبيا ان المدير الفني بتاعهم من اصول صهيونيه. فعشان كده انا متاكد وبنسبه كبيره ان الاتحاد الجزائري لكره القدم هيرفض تماما الموضوع ده عشان ما يحتكش بالمدير الفني الصهيوني. وايضا ما فيش بعض الجهات الخارجيه تستغل النقطه ديت وتقول لك اهو الجزائر والاتحاد الجزائري لكره القدم واللاعيبه الجزائريين حطوا ايديهم في ايدين الصهاينه وبيلعبوا معاهم كره القدم. عشان كده انا متاكد ان ديت هتكون نقطه فاصله. ومن هنا ممكن اطلع واقول لك ان في ظل وجود مدرب صهيوني بيدرب منتخب زامبيا ممكن بالفعل ما نشوفش منتخب الجزائر بيواجه منتخب زامبيا على الاقل في مباريات وديه. ده اللي انا شايفه واللي متوقعه، واللي شايف حاجه غير كده يكتب لنا في التعليقات، لان انا متاكد وبنسبه 100% ان الاشقاء في الجزائر استحاله ان هم يحطوا ايديهم في ايدين الصهاينه تحت اي ظرف من الظروف وتحت اي ضغط من الضغوط. ده اللي احنا تعودنا عليه من الاشقاء في الجزائر. بتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجب حضراتكم. شاركونا طبعا برايكم في التعليقات في الفيديو بتاع النهارده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.